بالكبرياء 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 فليس يشبهه أحد بالكبرياء فليس يشبهه أحد متفرد. تعالوا نشوف عظمة العرش عشان نشوف العرش اللي احنا نقعد في ظله. يعني سبحان الله مع بعد المثل، الواحد لما يكون رايح يقعد في مكان كده يريح أعصابه، فواحد يقول له تعالى احنا هنركب كده بالعربية ونمشي في الطريق ده 500 600 كيلو وقعدك قاعدة بقى تنسى بقى الهموم كلها. طب اوصف لي المكان، طب الطريق حلو ولا لا، طب القعدة هناك عاملة ازاي، طب الجو عامل ازاي، طب الوضع والقعدة والبيت وي لازم يستفسر. فأنا عايز أقول لك بقى شوية حاجات كده عن العرش عشان تستشعر مدى العظمة والجمال. ولذلك ده السر اللي خلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إنه دلنا إن إحنا لما نطلب الجنة مش أي حتة في الجنة. حبيبي أنت غالي، أنت غالي واعرف قيمتك عند ربنا. مش زي بعض الناس اللي ما عندهمش همة عالية، تقول له عم الحاج نفسك، يقول لك بس ورا الباب، اتزنق كده في حته ورا الباب بس اخش، بس واخد بالك يعني. لا الموضوع مش كده يا حبيب قلبي. يعني انا عايزك تقول انا عايز يا ربي اعلى درجه في الجنه بعد الانبياء والمرسلين والصديقين، انا عايز اكون في الحته ديت يعني العاليه دي الجميله دي. فشوف النبي قال لنا ايه كما عند البخاري: فاذا سالتم الله الجنه، مش اي حته، فاسالوه الفردوس الاعلى. لانه في 4 مزايا، 3 يعني يهمونا وما يهموناش، لكن الرابعة هي دي أهم حاجة. قال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. دي ال3 الأولين. الرابعة بقى حتة حلوة إزاي: وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا سلام، تخيل حضرتك لما تسكن في بيت، وتخيل حضرتك لما تسكني في بيت سقف بيتك عرش مالك الملك وملك الملوك. الله، ده ايه الجمال والحلاوة واللذاذة والطعامة دي كلها. انا اسكن في بيت سقف بيتي عرش مالك الملك وملك الملوك. اي نعم، شوف قد ايه. ومين اللي دليل على كده؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللي ما ترك خيرا الا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا الا وقد حذرنا منه، بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. برضه انت خرجتنا بره الموضوع. عظمة العرش، قول لنا عظمة العرش. حديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقيت في فلاة. بيقول السماوات السبع دي كلها بكل ما فيها من أجرام ونجوم وكواكب ونيازك وأقمار وحاجات دي كلها، كل ديت بالنسبة للكرسي. والكرسي كما قال ابن عباس كما عند أبي الشيخ في العظمة بسند صحيح أن ابن عباس قال: الكرسي موضع قدمي الرحمن والعرش لا يقدر قدره أحد. حدش يعرف قدر إيه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. خير حضرتك السماوات السبعة دي كلها بالنسبة للكرسي اللي هو موضع قدمي الرحمن زي خاتم اترمى في صحراء. ماذا يمثل هذا الخاتم بالنسبة للصحراء؟ ما فيش نسبة ولا تناسب. والكرسي بقى نفسه بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. حد يقدر يتخيل مدى عظمة العرش وحجم العرش؟ عقلك يشت كل المقاييس الحسابية التي تخطر على بالك والتي لا تخطر على بالك، فالعرش بخلاف ذلك. تقدرش تتخيل العرش أبدا، لا يمكن. ما فيش عقل بشر ولا حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ممكن يتخيل العرش قد إيه. هو النبي بيقرب لك الصورة، إنما عشان النبي يوصف لك العرش بدقة مش ممكن. حدش يعرف مدى عظمة العرش إلا الذي خلق العرش سبحانه وتعالى، والذي استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى. وعشان تعرف حاجة كده تقرب لك الصورة شوية، هقول لك الحديث ده أنا لما بقرأه والله العظيم يا جماعة يكاد عقلي أن يطيش. يكاد عقلي كده أن أنا أفقد عقلي لما أسمع الحديث ده. والحديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وسلسلة صحيحة، أن النبي ما صلى عليه
صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك بقى، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش كام؟ 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هل حملة العرش دولت الملائكة ال8 دولت، بعض أهل العلم بيقولوا هم 8 ملائكة، وبعض أهل العلم بيقولوا هم 8 صفوف من الملائكة، الله أعلم، إنما واضح من الآية أنها 8 ملائكة. طيب هل الملائكة ال8 دولت هم دولت اللي بيحملوا العرش؟ يعني لو سابوا العرش يقع؟ طبعا لا. العرش يحمل بقوة الله وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى، وإلا فالملائكة ولو اجتمعوا لا يستطيعون أن يحملوا عرش الملك إلا بأمره وإذنه وتوفيقه. خد بالك، عرش ملك الملك، لكن هو بس مسألة تقريب أفهام. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أذن لي أن أحدث عن ملك واحد بس من حملة العرش. شكله إيه وحجمه إيه يا رسول الله؟ قال رجلاه، خد بالك، رجلين الملك ده رجلاه في الأرض السفلى. والأرض قد إيه يا جماعة؟ 7 أرضين، 7 أرضين. رجلاه في الأرض السفلى، وخد بالك بقى، وعلى قرنه عرش الرحمن. يا خبر أبيض، يعني رجليه في الأرض السفلى وجسمه معدي من الأرضين ال7 وما بين الأرض والسماء والسماوات ال7 ومعدي سدرة المنتهى واصل للعرش وعلى قرنه العرش. الملك ده حجمه ايه؟ شوف لما سيدنا عبد الله بن مسعود، والحديث صحيح لكنه موقوف ومثله أيضا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيقول ما بين الأرض، المسافة ما بين الأرض إلى السماء الدنيا. أنا كل ده عمال بقرب لكم إيه المسائل عشان تعرفوا مدى عظمة العرش اللي هتبقوا في ظل يوم القيامة. ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك تخن وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام، إلى بقى إيه ما توصل لحد ال7. كل سماء سمكها 500 سنة، وما بينها وما بين السماء اللي بعدها مسيرة 500 سنة. يبقى ما بين الأرض والسماء ال7 مسيرة قد إيه؟ شوف بقى، من الأرض للأولى 500، سمك الأولى 500، ما بين الأولى والثانية 500، والثانية 500، يعني مسيرة كم؟ 1000 سنة، آلاف السنين. خد بالك. فالشاهد في الموضوع إن النبي بيقول أذن لي أن أحدث عن ملك رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. خد بالك بقى، خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. خد بالك، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. قرأوا الحديث دوت في صحيح الجامع، الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في المجلد الأولاني في حرف الألف مع الذال. أذن لي خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك. خد بالك بقى، هو منحني ويقول سبحانك حيث كنت. يا سلام على عظمة ربي سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا الله يا الله على جمال الخلق. ملك واحد عبد ذليل من عباد الله سبحانه وتعالى. وبقول ذليل لأن كلنا، كل مخلوقات الله لابد ان احنا نذل نفسنا لله، وده كرم ودي كرامة كبيرة ان انا اذل نفسي لله. ذل لله عز ليا، وذل هذا الملك لله عز لي للملك. خد بالك، فالعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل. يعني ان انا اذل نفسي لله واحب ربنا قوي، تحب ربنا قوي وتذل نفسك لربنا قوي. ولذلك كان أقرب ما يكون العبد لربه، أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء، تنزل بالجبهة اللي انت بتشمخ بيها ديت والأنف اللي بتشمخ بيهم، حطهم في التراب تقرب. ربنا قال كده واسجد واقترب. هتقرب من أعظم، هقول إيه؟ هتقرب من ربنا وهتقرب من نبينا. لما النبي سأل ربيعة
قال له سن شيئا يا ربيعة. قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك، مش عايز غير كده. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة.